6 قواعد لو التزمت بيهم هترتاح في حياتك بجد. 3 حاجات لازم تبعد عنها و3 حاجات انت لازم تعملها. اول حاجة، ما تستناش الخير من شخص انت اتأكدت مليون مرة انه مش كويس معاك. اللي خذلك مرة و2 و10 مش هيتغير المرة ال11. تاني حاجة، اوعى تدي قيمة لحد ما يستاهلهاش. لما تدي البني آدم رخيص اكبر من حجمه طبيعي جدا انه يتنطط عليك ويجي عليك، وفي الاخر انت الخسران. تالت حاجة، ابعد عن الشخص اللي بيستكتر عليك نعمة ربنا، اللي ما يعرفش تعبك ولا مجهودك عشان توصل للحاجة دي وربنا يكرمك بيها. اما ال3 حاجات اللي انت لازم تعملهم، رقم 1، ادي وقت لأهلك. اللي شايفه دلوقتي موجود عادي بكرة ممكن ما يبقاش موجود. صدقني، مهما كانت عندك أولويات وشغل هم دايما الأهم. رقم 2، صالح اللي زعلان منك، أخوك، أختك، قريبك أو صاحبك. كلمة بسيطة مش هتنقصك حاجة، بس هتكبرك في نظرهم ونظر نفسك كتير. وافتكر ان الصلح شجاعة مش عند اي حد. رقم 3، والله الاخلاق هي اللي بتفتح الابواب المقفولة. اتعامل مع كل الناس اللي بتقابلك في حياتك باحترام واصول، هتلاقي العالم كله بيقدرك. عايز الخلاصة؟ ابعد عن اللي بيقلل منك وقرب من اللي بيقدرك. سامح وعدي وادي وقت لأهلك. خلي دايما نيتك نظيفة واخلاقك عالية، وهي اللي هتفتح لك كل باب مقفول. اعمل فولو واستنى اللي جاي. سلام.